كان المحافظ قد أمر بصرف 5000 جنيه إعانة عاجلة لكل أسرة فور وقوع الحادث، مؤكدا أنه يتابع الإجراءات القانونية لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار الحادث. افتتح محافظ السويس اللواء سيف جلال الدورة الأولى بمركز السويس المنيا، حيث يشارك 40 لحاما في الدورة على أن يتم تدريبهم بأحدث التقنيات حتى يتم تعيينهم بشركة بتروجيت في السويس التابعة لوزارة البترول عقب انتهاء الدورة. كما قررت إدارة مركز اللحام سفر 3 مهندسين إلى ألمانيا للاستعانة بهم في تدريب اللحامين المصريين بأحدث الطرق العالمية في اللحام ونقل الخبرات الألمانية إليهم. نظم مركز سوزان مبارك الاستكشافي للعلوم ندوة موسعة بعنوان تنمية القدرات وتقبل الآخر. من جانبه أكد مدير المركز محمد عوض أن الافتتاح الرسمي للمركز سيكون في مارس المقبل، ليمثل إضافة عالمية لمراكز الاستكشاف ويستوعب الدارسين من جميع المحافظات، مشيرا إلى أن المركز سيضم قبة سماوية ثلاثية الأبعاد للعلوم تم تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية خصيصا للمركز، إضافة إلى عمل غرف زجاجية أسفل المركز تطل على البحر الأحمر لتسهيل عمل أبحاث ودراسات عن الأسماك البحرية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام أون تايم أقاليم، ولم يتبقى الآن سوى تذكرة بأهم ما ورد لدينا من أنباء. النائب العام يحيل 15 متهما إلى المحكمة في انهيار مصنع الملابس بالإسكندرية. عمال صندوق الغزل والنسيج يواصلون اعتصامهم في الإسكندرية. محافظة السويس تفتتح الدورة الأولى للحام بالتعاون مع ألمانيا.